المدير كان داخل المكتب ووشه ما بيتفسرش، والكل كان حاطط إيده على قلبه من نتيجة الترقية السنوية. البنت اللي كانت تعبانة في الشغل بقالها سنة كانت مأمنة جدا لزميلتها مروة، اللي كانت بتقعد معاها في نفس المكتب وبتقول لها: يا حبيبتي انتي اللي تستاهلي الترقية، وأنا هساعدك تخلصي البرزنتيشن الأخير عشان تبهري المدير. البنت كانت بتسيب لابتوب الشغل مفتوح قدام مروة وهي رايحة تجيب قهوة، ومأمنة لها على كل أسرار الشغل. وقبل الاجتماع الحاسم بساعة، البنت فتحت الجهاز عشان تراجع الملف الأخير، والصدمة كانت بشعة. لقت الملف ممسوح تماماً، ومحطوط مكانه ملف تاني فيه أخطاء حسابية كارثية كانت كفيلة ترفضها من الشغل، مش بس تضيع الترقية. البنت الدم نشف في عروقها، بس افتكرت إنها كانت منزلة برنامج تسجيل الشاشة عشان تسجل خطوات الشغل للتدريب. فتحت سجل الفيديوهات اللي البرنامج سجله في غيابها، وشافت مروة وهي قاعدة بمنتهى البرود بتمسح الملف الأصلي وبتحط الملف المتفبرك، وهي بتضحك وبتقول في التليفون: خلاص يا باشا، البنت دي بكرة هتكون في الشارع والترقية هتبقى من نصيبي أنا. هي فاكرة إن طيبتها دي هتنفعها في سوق الوحوش؟ البنت ما كانش قدامها وقت، أخدت الفيديو على فلاشة ودخلت الاجتماع. المدير بدأ يهاجمها على الأخطاء اللي في الملف المتفبرك، وهي بكل هدوء قالت له: يا فندم، أنا حابة أعرض لسيادتك كواليس تجهيز الملف ده. وشغلت الفيديو قدام مروة والموظفين كلهم على الشاشة الكبيرة. مروة وشها بقى زي الكفن، والمدير انصدم من كمية الغل والغدر. مروة اترفدت من الشغل في ساعتها بفضيحة بجلاجل، والبنت أخدت الترقية اللي تستحقها، وعرفت إن الزميلة اللي بتضحك في وشك في المكتب ممكن تكون هي اللي بتحفر لك الحفرة عشان تقع فيها، والحرص واجب حتى وانتي بتجيبي كوباية مية. ودي كانت حكاية من حكايات مايا، اللي بتعرفنا إن اللي تأمنيها على لقمة عيشك وأسرار شغلك ممكن تكون هي أول واحدة تقطع عيشك عشان تسبقك بمليم، والحق دايما بيبان ولو بعد حين.